طيب خلينا انوب بقى عن كل اللي وجهوا الاتهامات، واحنا حتى هنحاول نناقشهم، يعني الصحب والقال اللي هم اولا قالوا ان يوم الغدير وعيد الغدير ده من اهم احتفالات الشيعة، وكون انه يتم دعوتك في هذا اليوم وفي هذا الاحتفال هو احتفال شيعي، وكان يجب الا تقبل السفر في ظل احتفال طائفي. انا اجي يا جماعة للعراق لكن مش في احتفال طائفي. يبقى هنعتبر ان السنه لو عملت اي احتفال تبقى احتفال طائفي. يعني لو جت هي دعوه من السنه لاحتفال ما هيصبح احتفال طائفي؟ لا، لو هو احتفال خاص بالطائفية، يعني في احتفالات دينية لكل المسلمين، لم يكن احتفالا يعني دينيا مولد بالمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يختلف عليه اثنان، لا يختلف عليه يعني اثنان. الحج لا يختلف عليه أحد اللي هيحتفل بهذه الأعياد الدينية لنا، لكن لا، هو عيد لا يحتفل به إلا الشيعة. لا، أنا احتفلت بيه وكأني لا أشعر ولم أشعر إطلاقا أنه احتفال شيعي. يوم الغدير. يوم الغدير. بس انت عارف ما بيستندوا في حديث الغدير الى انه سيدنا علي بن ابي طالب هو الاحق بالخلافه من ابو بكر وعمر، وانه يعني هذا الاحتفال انه لا ابو بكر انتزع الخلافه التاريخ لا يكذب، وسطع عليها، وسيدنا عمر انتزع الخلافه وسطع هذا موجود عليها. في التاريخ وتصحيحه مهمتنا الآن بعد 1500 سنة من انتشار الإسلام وتوطيد هذه الأفكار إلى هذا الوقت. يجب أن نجابهه، يجب أن نناقشه، يجب أن نقضي عليه، إن احنا نسير مع صحيح الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي الله، هو صاحب الرسالة، لا شك في هذا زي ما حضرتك تفضلت وقلت. وبالتالي في حاجات كتيرة جدا دخلت على الإسلام وشوهته وتشوهه حتى الآن. مهمتنا الآن ان احنا نواجه هذا ونواجهه بكل صراحة وبكل شفافية، وإلا سنظل نقول ان في خلاف بين الشيعة وبين السنة، لأن هنقعد نقول ان الشيعة والسنة لن يرتقوا، وان الطائفية هتدمر الإسلام. مش الطائفية اللي هتدمر الإسلام، الإرهاب والتطرف هو اللي بيدمر الإسلام. إنما اختلافات مذاهب شيعية، الإخوة المسيحيين عندهم مذاهب كثيرة جدا جدا جدا. لا، أنا بقصد في إنه ما قلت شوية إنه يا جماعة إنه أصله يوم الغدير أو عيد الغدير أو حديث الغدير بيستخدم استخداما طائفيا للطعن في خلافة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. لم يذكر أمامي هذا ولم يتحدث معي في هذا الأمر أي إنسان في النجف الأشرف. لم يتحدث معي، ولم يكن غرض المهرجان في هذا، ولا تحدث أحدا في الدين على الإطلاق. ده مهرجان إعلامي خالص مخلص. أنا طلعت عملت ندوة عن الدراما العربية المصرية. فين الغدير؟ هو كان تحت اسم الغدير فقط لا غير. إنما لم يكن هناك ندوات دينية على الإطلاق خلال أيام المهرجان الأربعة. لم يكن هناك على الإطلاق، لا معي ولا مع غيري. أنا كنت أحضر الندوات الأخرى، منهم ندوة لأخونا الكبير الدكتور كمال الهلباوي تصادف وجوده معايا. يعني وهو سني، وهو كان اخوانيا ثم ارتد عن الاخوان واصبح دلوقتي بيبين للناس مساوئ الاخوان. فيعني المسألة ولم يتحدث في الدين كمان.